ضيفة حلقتنا شخصية مش سهلة، قلبها طيب لكن عصبيتها دايما بتدخلها في مواجهات. عندها منصة على اليوتيوب وكلامها دايما بيعمل جدل. في ناس شايفاها صريحة وبتدافع عن نفسها، وناس تانية شايفاها انها دايما في قلب المشاكل. لكن السؤال الحقيقي، هل هي فعلا بتصنع الأزمات ولا بتدفع تمن صراحتها قدام الناس؟ في الحلقة دي هنتكلم بصراحة وترد على كل كلام كتير اتقال عنها. معانا ومعاكم الدكتورة عزة. لو سألتك دلوقتي مين أكتر شخص ظلمك في حياتك، وهل فكرت تواجهيه بالحقيقة قدام الناس؟ من وجهة نظري البسيطة إنه أنا ما فيش حد ظلمني في حياتي. ليه؟ الإجابة بسيطة، إن أنا باخد حقي كامل ومكمل بإيدي، باخده كامل ومكمل. عمري ما سكتش لظلم تعرضت ليه أو تعرض ليه حد يخصني، زي عيالي، زي أهلي، أحبابي، أصدقائي. لا، أنا باخد حقي وحق الناس اللي يخصوني كامل ومكمل. فالسؤال ده ما عنديش له إجابة، يعني إنه في شخص ظلمني، لا. هل في سر أو موقف حصل على السوشيال ميديا محدش يعرف حياته غيرك؟ أنا كعزة ما عنديش أسرار، أنا كتاب مفتوح. حاجة حصلت في السوشيال ميديا وعبارة عن سر، لا. أنا كتاب مفتوح تماما يعني. وحتى لو في مثلا مواقف حصلت سر أو كده، بتلاقي المقربين مني يعرفوها. فما أعتقدش إنه أنا برضو عندي أسرار. أنا كتاب مفتوح للكل، يعني على أرض الواقع أنا كتاب مفتوح. يعني من الشخصيات اللي ما بحمل أسرار كثيرة يعني في حياتي، لأنه أنا شخصية يعني قلبي مفتوح، وأنا شخصيا كتاب مفتوح.